سووا الله بركاته وكال على جماعه. اسمع وانا هيك عم امشي انت رجع لورا اوكي. سووا الله بركاته وكال على جماعه الخير. معكم سامح. واليوم يا جماعه الخير حنعمل يا جماعه الخير اليوم وصفه بيتزا. اليوم يا جماعه الخير حنعمل وصفه بيتزا من اليوتيوب، مقطع طبخ ان شاء الله يعجبكم. طبعا ورا الكاميرا عندها فاخر. تكلم يا فاخر. اهلا وسهلا. يلا مقطع على سبسكرايب واشترك وفعل زر التنبيهات ومنتج حط لي الانترو. يلا يا جماعه الخير بسم الله. اول شيء خلينا نحط القفازات. السلامه لا مو هيك. شو اسمها كانت؟ سلامه من الخير السلامه، ما بعرف هيك شيء بس يلا اوكي. بسم الله يا جماعه خلينا نشوف الفيديو. هي المكونات المطلوبة منا للوصفة. 3 كاسات طحين، عندنا كاسة، عندنا طحين، كاسة حليب مي او فينا نحط مي، اوكي ممتاز. نص كاسة زيت. شيت زيت مزلة، اصبر. الزيت مزلة يا جماعة الخير. هي تمام ممتاز. ملعقة سكر، هي السكر قدامنا، هي السكر يا جماعة الخير ممتاز. ظرف خميرة، هاي الخميرة. اوكي عيار الصوص يا جماعة الخير نعمله بعد شوي. خلينا اول شيء نعمل العجينة. خلينا نبلش يا جماعة الخير بالطحين بعدين رح نعمل الصوص. بدنا نبلش بالتحضير. الطبق غميق بدنا نحط كاسة حليب فاترة، وإذا ما كان الحليب متوفر فيكم تضيفوا مي فاترة. يا جماعة الخير لازم نضيف مي، كاسة مي كاملة، مي دافية. هي دافية ولا لا؟ ما بعرف. عادية؟ اوكي. راح نحط يا جماعة الخير المي. تمام ممتاز. حطينا مي. شو كمان نحط؟ هلا بنضيف عليهم نص كاسة زيت. لازم نضيف يا جماعة الخير نص كاسة زيت. ليش هيك عم اعمل انا؟ ليش هيك اهبل انا؟ مليت كل شيء. بنضيفها بنعملها نص. اوكي شكله حنطول. اوكي لا لازم شيله. لازم شيله. كيف ينشال هذا؟ ايوه هيك نص صح؟ اي تمام. طيب هلا هاي نضيفها نص. ممتاز كفو. هلا شو كمان؟ هلا رح احط مقدار معلقة كبيرة من الخميرة. مقدار معلقة كبيرة يعني خميرة يا جماعة الخير. نضيف يعني وحدة خميرة. بسم الله. كيف تنفتح هي؟ في استعمال ذكي اسمه المقص يا جماعة الخير، أنا نسيت عنه. كفو. خلينا نحط هيك، نعمل هيك. معلقة كبيرة. هاي تسوي معلقة كبيرة؟ هي ما تسوي معلقة كبيرة؟ شو هاي؟ ولك هي مو معلقة كبيرة، هي 5 معالق كبار يا زلمة. لا تقولها. قول والله. مستحيل والله. ما بعرف بس يعني. خلاص كمل. هلا كمان بدي اضيف معلقة كبيرة سكر. معلقة كبيرة سكر. بما انه عندي معلقة صغيرة راح نضيف معلقتين صح؟ معلقتين. 1. هي قالت كبيرة؟ ايه. تمام. وهلا بنخلط المواد مع بعضها لحتى تذوب معنا الخميرة. في كان لازم نجيب شوية تخليط. يا الله ماني جايب ولا شيء. والله مالك مجهز اساس امين. جهز ومدري شو. لا اصبر. ايوه اسمعي عن جد 5. عن جد 5 هاي. نضيف مي ولا ليش هي عندها هيك؟ طيب خلص. شوف عنده وشوف عندي يا زلمه. ليش هيك كله صار؟ والله كان كثير كترت صح؟ مو صد كترت انت ليكون هي شو؟ هي خميره. شو بدي اعمل يعني؟ طيب يلا خلينا نكمل. هلا بنتركهم يرتاحوا مدة 10 دقائق لحتى تفور معنا الخميرة. نتركها نرتاح 10 دقائق. خلص خلينا هيك نعملها. كفو خلص. نعمل الصوص هلا لبين ما تخلص. يلا هلا بعد 10 دقائق يا جماعه الخير رح نفتحها، بعدين نحط فوق الطحين، بعدين نخلط، فلبين 10 دقائق خلينا نعمل الصوص. يا جماعه انا هذا فاخر بده يطلع. اصبر. تكلم. السلام عليكم. بس روح لي وقتي على الفاضي بس هي. بس هلا بنحط مقدار فنجان زيت. لازم نحط يا جماعه الخير فنجان زيت. فنجان قهوه يعني ولا كاسه؟ فنجان. لا فنجان القهوة هو بيقصدوا فنجان. وين بتحط فناجين؟ بقول لك راح اجيب ربع كاسه. تشرب قهوة انت؟ انا بشربها بس بشربها بكاسه تبعت الشاي. هيك بكفي صح؟ بسم الله. خلينا نحطهم صورهم. شو كمان؟ وبدنا نضيف عليه بصلة صغيرة ناعمة. هلا هي حطت البصل يا جماعه. خلينا نحط البصل. نضيف البصل. صور هون. ما عليك انا ما مبكي. اشوف ما مبكي. شوف. هلا بنتركه لحتى يدبل، وبدي اضيف عليه معلقة كبيرة توم بودرة. إذا ما كان متوفر توم البودرة فيكم تستخدموا توم عادي. توم بودرة ما عندي. التوم مهروس عادي. خلي لك كان لبين ما يدبل. طيب نحطه على نار عالية؟ لا على واطي. والله شت انا طفيت. انا الحمار انا طفيته. عنا يا جماعة الخير طباخ اسمه فاخر الحمد لله. خلينا نجيب التوم من هون صح؟ يب. كيف الحركة؟ اسمع خلينا بدي اشلح القفازات لانه متعبة. كيف تفتح على هي هلا؟
من هون بتمسك؟ لا يا زلمه هي خبره خبرة شو؟ الكون. كيف يعني كون؟ خبره الكون. شو انت بتعرف انت كم عمرك يا زلمة؟ عمري انا 30 30 انا عندي اولاد يا زلمه. كمان ما شاء الله. إذا انت حبيبة ما عندك، كيف عندك اولاد؟ لك لا يا زلمه انا عندي حبيبه بس بعدين حلوة هي. خلينا نحيي هذا. حياة البصل مهمة. هلا كيف بدي يهرسون؟ عندي الهراسة. يلا جيبها نازل. نايس. بسم الله. اسمع اسمع في واحده نزلت تحت. باري. بشويش شوي هات انا بدي أوقف. تعال ها جننتني. سوي حالك رجال. تعال يلا ها انا مش جاهز للطبخ بس يعني ها؟ عادي يعني. يلا افرم. صور شوفوا يا جماعه هيك. ابلع يا زلمه ابلع. كفو يا فاخر كفو. انا بحط ايدي مشان حط كمان حط. كفو يا فاخر عن جد. تعال شوف المعلم تعال شوف. اوه والله نايس والله انك كفو يا فاخر. هذول كلهم يكفوا صح؟ معلقه هذول معلقه. طيب يلا كمل. وهلا أنا هون بدي أحط مقدار معلقة كبيرة أوريجانو. حط اوريجانو. اوريجانو. اسمع بس والله انا اسمع هي عندها كميه كويسه. ليش هيك عندي صار لونه اسود؟ نضيف مي شوي. نحن يا جماعه الخير ما بنمشي مع المعالق، نحن بنمشي هيك مع الكب. طب كمل. هلا بدي أضيف معلقتين ونص دبس البندورة. يا جماعه الخير بنضيف هلا 2.5 معلقتين ونص من دبس الطماطم. هي معلقتين كويس. كمان نص كمان. يلا. غدا كان يشبك ليش؟ افتح يا زلمه افتح ولا ريحه صارت نفسي. كم تعال لك هيك تعال. الو بعدين بدي يكون بدي احط انا مقدار كاسه كبيره من عصير البندوره. المعلقه كامله يعني نكفي هيك. واو والله طلعت طيبه. شوف اسمع انا هيك فيني اكلها. وبدنا نضيف رشه ملح. اي اصبر هي كم صار 10 دقايق ولا؟ اوكي نايس حلو. طيب خلينا نحطها شوي هلا ثواني. خلينا نحط ملح يا جماعه. الله يستر الله يستر الله يستر. اسمع انا برايي ملح ما في وزن. باري لذلك حطه معلقه. شو يا زلمه. ما كترت ولا قللت. لو ما نجحت اسمع شوف لو ما نجحت انت بتاكله. دولو. اصبر تعال والله ريحته خرافيه. شوف طباخ. اسمع وات ديم. وبدنا نضيف عليهم ربع كاسه او فنجان مي. الفنجان مي. اوه ليش لما نحط مي؟ كفو. خلينا نخلطها شوي. حبيت الدنيا. يلا عادي اهم شيء مين موجوده. وبتركن لحتى يغلوا مده 15 دقيقه تقريبا لحتى تتسبك معنا. ممتاز. نتركها هلا 15 دقيقه. هلا خلينا نروح يا جماعه الخير لهذا. اشرب مي يا زلمه الله يسلمك. عطشان شيء حاليا انا عطشان. هلا بجيب لكم ولا امك. هذا كاس. اسمع اعطيني كاس انا تدلل طويل يعني. عصير يا زلمه عصير. تعال فاخر تعال. بحسن اوصل. لا خلاص بعد خلاص. وهلا بدنا نبلش نحط الطحين. استخدم طحين ابيض. هلا بدي احط 3 كاسات طحين. اسمع شفت؟ حطه انت انا مضحك مو مخيف يا زلمه. بيشبهك يا زلمه. والله زخرف عن جد. خلينا نضيف يا جماعه الخير 3 معالق منهم. هيك بنعمل هيك 3. يلا يا جماعه الخير 3 1 2 3. اول شيء اول وحده لازم نعمل هيك عشان يطلع منها الزفر. كمل يا جماعه الخير نعمل هيك. كفو. شوف ذكاء ما صار شيء. طول ما صار شيء. الكاسه الثالثه وقبل ما انخلها بحط لها رشه ملح. اصبر خليني بس خلص هلا تخليط. تمام. خلينا نعجن يا جماعه الخير وراح اخلص عجن بعدين اصور لكم بعد ساعه لانه لازم نسترخيها بعد ساعه لساعه. اوكي فاخر حيروح يا جماعه. يلا باي. مرحبا يا جماعه الخير. طبعا خمرناها يا جماعه الخير العجينه هي كما انتم شايفينها هي ضلينا اتوقع شي ساعه. فهلا راح اطلعها وراح ابلش اني شوي هيك اخليها هيك دويره. بعدين احطها بهذا المكان تبعها. بعدين احطها بالفرن. والله المقطع كثير طويل يا جماعه الخير. تضغط زر اللايك اللي كثير عم اتعب على المقاطع. اوكي بسم الله خلينا نشيلها يا جماعه. اوه
ما شاء الله تبارك الله. فراح ابلش انا اعملها بايدي، مو لازم طبعا انا كطباخ مو لازم اني هذا، انا تعلمت حركه يا جماعه، نعمل هيك ما بعرف شو عم اعمل. اوكي بلشت تزبط شوي شوي. انا اسف يا جماعه انتم ما شايفين شيء، بس لاني عارفين تعبت. غطي المنطقه، غطيها. انفتحت. طيب يا جماعه الخير شوفوا خلصت، شوفوا كيف شكلها طالع، واو والله طالع شكله حلو. هلا يا جماعه الخير حنبلش بنجيب هيك شوي، ايوه نحط هيك، لازم تدورها تحطها في كل مكان عشان يطلع شيء مذاق خرافي. ضيعت عليك العمر يا ابويا وليش معاك حكايات. خلصنا هلا يا جماعه الخير. هلا يا جماعه الخير بنجيب الجبنه الموزاريلا، بيتزا غير شكل، بيتزا سامح اسمها. بيتزا سامح. بنضيف الطماطم والفلفل، هذول الفلفل الاخضر. اوكي هلا يا جماعه الخير اخر شيء يا جماعه الخير بنضيف فيه الفطر. وهلا اخر شيء يا جماعه الخير كمان بنحط فوقهم جبنه، لانه هيك هي قالت المره. صح نسيت اضيف المرتديلا، يا الله المرتديلا يا هذول هيك يا جماعه الخير. خلينا نصور لكم اياها بس بقرب، تعالوا هيك يا جماعه الخير، شوفوا المنظر. هلا يا جماعه الخير بنحطها هلا بالفرن بدرجه حراره 250، ممكن مدري نص ساعه. يلا يا جماعه الخير نشوفكم، باي. هي يا جماعة الخير طبعا خلصنا البيتزا، شوفوا المنظر، الله أكبر ما شاء الله تبارك الله. هلا يا جماعة الخير راح نقسمها ونجربها، بسم الله. ثواني خلينا نقربها، ما شاء الله تبارك الله شيء خرافي. خلينا نجربها يا جماعة الخير، بسم الله الرحمن الرحيم. والله واو ما شاء الله تبارك الله، والله يا جماعة الخير طعمه طيب ما شاء الله، والله طيبة. بعطيها تقييم 10 من 10 يا جماعة الخير. المنظر ما شاء الله جدا اسطوري، غير الطعم الخرافي اللي فيها. اوكي جدا طيبة والله، كثير توفقنا فيها الحمد لله، كثير طيبة طلعت. وبس هون يا جماعة نكون وصلنا لنهاية المقطع، ان شاء الله يكون عجبكم. اكتبوا لي شو بدكم اكلات المرة الجاية نعملها، اوكي في تعدي الطبخ. وبس يا جماعة الخير شكرا لمشاهدتكم هذا المقطع، لا تنسوا سبسكرايب واشترك وفعلوا جرس التنبيهات، ونشوفكم في امان الله والسلام ورحمة الله وبركاته. باي. والله طيبة.